يأتيني بليلة. سمعت ما قصة عربون. لازم الإنسان يشتغل. نعم. شوفوا أبواننا كلهم اشتغلوا أنا أقول هذه في مجتمعات ما في خطأ وسابوا له. يتخرج الواحد من معهد مهني براسه وظيفة عليا. أنت ابدأ من الصفر. شوف عندكم رجال أعمال وزراء بدأوا من الصفر. بعضهم باعوا في الصفاء يعني يبيعوا البضاعة. كتاب عين النملة. شوف عن الراش يعني دريس يعني عن الأكبر. بدأوا من لا شيء وصلوا له. إحنا الحمد لله الفرصة متاحة أكثر. شبابنا العمل في الدولة في الأعمال الحرة في المهن في الوظائف فيها مفتوح المجال، لكن ترى بعض شبابنا أو بعض الشيء كلهم يبي يستعجل اللي بيشتغل عنده. والله لو شبابنا كلهم يشتغلوا في كل الأعمال. نعم طيب نعم ألو نعم ألو أهلا يا أحمد أهلا وسهلا. إيه طيب فلذلك هو الحمد لله أنتم الآن اللي يأسي في شبابنا يبي راسه يتخرج من الجامعة يروح وظيفة عالية. اشتغل في شيء متاح لك. واحدة جربت أنا في العمارة وفي هنا كذا. يجي واحد الله حي عارف هذا ولا يعني أشوف ظروف ولا شيء. يكون في مرتبة سادسة يقول لا أبي ثامنة. أنت محمد في مرتبة دي؟ السادسة. السادسة؟ اي نعم. طيب. أخوانك اللي قبل نفس الشيء؟ كلهم سادسة. سادسة ممكن يا سيدي يا أخي مجال. بعدين هي أحسن. يعني الوظيفة اللي أنت تثبت وجودك وتمشي فيها أو بس كذا الواقع الحمد لله ويشتغل الله عليه. من أول يشتغل أي شيء عشان ياكل لقمته. الحين يجي بيته هذا أمه ولا أبوه ولا أخته ولا عمه ولا خاله ويصلح وياكل. العمل والله لو اشتغلوا شبابنا في كل الأعمال وشاباتنا إن يمكن نوفر 80% من العمل الأجنبي. أنا خبر من صغار كانوا في البيوت مسجلين ايش في البيوت